مساء الخير عليكم حبايبي، واليوم حلقة خاصة خارج إطار الحلقات اللي أنزلها بالعادة، اللي هو ضيف لنفسك معلومة. مو ضيف لنفسك معلومة، لا تضيف لنفسك معلومة، بعد لا تضيف لنفسك معلومة، لا تفكر، لا تقرأ، لا تكتب، لا تبحث. إذا عندك شخص بالعائلة مستوى ذكائك أعلى من مستوى ذكاء أقرانه، لا تطلع للشارع ولا تخليه بالبيت. طب هو بده ولا بقفل عليه، وحاول بكل طريقة انه تربي تربية يطلع بها غبي، لا يقرأ ولا يكتب، واهم شيء ما يفكر. هاي وين؟ اذا كان ساكن بالعراق، لانه اذا وصل خبر للدولة انه ابنكم او هذا الشخص من اقربائكم عنده موهبة او نابغة او عنده اختراع العفو، ينضم، ينكتب، يضيع. حسين مهدي من مواليد 93، آخر سنة كلية هندسة ميكانيك، من سكنة البصرة منطقة الجبيلة. هكر محترف، عنده ذكاء، يفكر، إنسان وطني برغم صغر سنه، مهتم بأمور شعبه والوطن والناس اللي متأذية. قدر يخترق موقع الأمن الوطني العراقي، حينته الثلاثاء الفات. طبعا شاف أشياء أذت نفسيته، بس ما قدر يحكي، هم يخاف على روحه. كل اللي سوى أنه هو ودى، بمجرد أن اخترق الموقع ودى رسالة تنبيه للدولة، قال لهم الموقع بيه ثغرات، والموقع بيه مستندات ووثائق تخص أمن الدولة. أي شخص راح يهكر الموقع راح تستخدم هذه الوثائق والمستندات ضد الدولة. شوفوا لكم شارة، ما لقى رد، ما حد جاوبه. الدولة غلست وهو هم غلس. وراها صار تفجير الكرادة. حسب اللي شافه قبل استشاط غضب، شالت تغييره على أبناء وطنه، رجع هكر الموقع. ورا ما رجع هكر الموقع الخميس، اتطوق بيتهم انشاء، مثل ما نقول، هو أخوه أطلق سراحه بكفالة. حسين صار له أسبوع ما حد يدري عنه وين. أهله كل اللي جاي يقدرون يسوونه إنه هم يطلقون حملة شلون تقولون هاشتاج إطلاق حسين مهدي. السؤال اللي يطرح نفسه، شنو شاف حسين بالموقع خلى الحكومة تضمه بهاي الطريقة؟ شنو شاف؟ لو ما شايف شيء ما حد يهتم له، بس شايف شيء. ثاني شغلة، هو ما سوى شيء. ورا ما شاف هاي المستندات والوثائق ما سوى شيء، مجرد ودالهم رسالة تنبيه فقط. استفسر، قال ليش الحكومة أو ليش الدولة مخلية جواسيس بالفيسبوك إنه تاخذ مصادرها من مواقع غير يعني ما موثوقة. البلد تايه، مصادرهم الاستخباراتية ياخذونها من مواقع الفيسبوك. الدولة الاستخباراتية، الأمن الاستخباراتي ياخذ معلوماته من مواقع مو موثوقة المصدر. سأل سؤال ثاني حسب اللي شافه، قال ليش الدولة مراقبة الجوامع وصلاة الجمعة والمظاهرات؟ شنو الغرض من هذا كله؟ ما سوى شيء. حسين لو بالخارج مجرد يقدر يهكر هذا الموقع، ياخذونه يشتغل وياهم يسد الثغرات اللي لقاهن. احنا لا، يضمونه جوا. انا من خلال هذا الفيديو لو اعرف لوحدي اطلق حملة اطلاق سراح حسين مهدي. ولا تقول لي علي، لا، انت الك غرض وانا الي غرض، واي عراقي شريف يغار على بلده ووطنه الى غرض. اللي يصير ويا حسين باكر يصير وياك. طيب؟ لانه اذا انت قلت انا شعلي وانت شعلي وذاك شعلي وهذا شعلي، حيتمادون، واعتقد تمادوا بما فيه الكفايه.
واللي جاي يصير هذا دليل على تماديهم وعدم خوفهم، لان احنا ما نحرك ساكن لا بالكراده الاولى ولا بالكراده الثانيه ولا سبايكر ولا غيرها، تمادوا علينا بما فيه الكفايه. اتمنى تشاركون الفيديو وتوصلونه لاعلى مستوى، مو على مودي، على مود هذا الانسان اللي يفكر بالناس، اللي ما يقول بس انا بس روحي، اللي بسبب انه غيرته شالته على وطنه صار بيه هذا اللي صار. اتمنى كلكم تشاركون الفيديو وكلكم تطلقون حمله اطلاق سراح حسين، لا تسكتون، كافي سكتنا بما فيه الكفايه. ما اعرف شنو احكي، بس اللي احب اقوله انه احنا بدوله فاشله الى ابعد الحدود، دوله بيها الفساد منغمس كلش، يعني بعد ما بيه مصر لها شاره صعد بيها القنقري. شكرا لكم، شكرا لكم.